اعتقد الوضع اللي تعيشه الكره العراقيه هو وضع واقعي يعني، لانه اعتقد هنالك مو حلحله بما انه في فتره انتقاليه للمنتخب العراقي، خصوصا الجيل 2007 بدا يعني نفقده طبعا واحد بعد الاخر، واعتقد آن الاوان لان نبدا صفحه جديده ونعد فريق انا وجهه نظري يجب ان يكون بمواصفات جيده. احنا عندنا قاعده، هم ابناء البلد اضطرتهم الظروف يعني يطلعون خارج العراق، اي لاعب يقدر يعمل اضافه على مستوى عالي للمنتخبات الوطنيه اهلا وسهلا به، جميع المنتخبات طبعا هذا كلام الاتحاد مو كلامي، حتى على مستوى منتخب الناشئين وشباب واولمبي ووطني. فاحنا ما عندنا ضير انه نختار بعض اللاعبين ونشوفهم ونقارنهم ببعض اللاعبين، فهذه سوف تستمر طبعا، لكن لا بها مجامله ولا نعتمد على قول سين او صاد او احد الاشخاص يعني يسوي اعلان اللي او اشهار او يضيف معلومه له، فاعتقد خلينا نقول على التجربه الواقعيه امام النظر وزجه في مباريات هي المقياس الحقيقي لهذه المجموعه من اللاعبين. أنا وجهة نظري أنه أنت يجب أن تفكر تأخذ نقاط من الفرق اللي تستطيع تأخذ من عندها، يعني أنت مثلا في مخيلتك تستطيع تأخذ من تايلاند أو الإمارات أو السعودية، وخذ النقاط مع الفرق الأخرى، لأن راح تصير تقاطعات كثيرة بين الفرق وتفقد كثير من النقاط، فأنا أعتقد في لكل مباراة إلى أسلوبه وإلى استراتيجيته، لكنه تقول لي راح آخذ من هاي الفريق أو ما أخذ من الفريق، لا، أنا أعتقد وجهة نظري أنه الآن النقاط كلها في الملعب، ويجب ان تتعامل مع هذا. انا كثير من الناس اسمعهم انه اكو يأس، اكو عدم تفاؤل، انا وجهه نظري صح احنا فريقنا ما انطى انطباع جيد بالتصفيات الاوليه وخلانا في الترتيب الاخير، احنا الان في الترتيب الاخير حتى تايلاند فوقنا، لكن اعتقد بما انه هنالك فرصه والنقاط موجوده، اعتقد تحتاج الى انه نزرع الثقه في اللاعبين ونعطيهم اعداد جيد ونحفزهم حتى نستطيع انه نحصل على النقاط. أنا أعتقد الكرة السعودية صار لها فترة زمنية بين تراوح متذبذبة حقيقة على مستوى المنتخب الوطني، والدليل على ذلك صار لهم تقريبا أكثر من 3 دورات ما صعدوا إلى كأس العالم، هذا دليل واضح طبعا له. أكو تراجع طبعا، لكن وجهة نظري بما أن هنالك استقرار، إذن هناك خطة عمل قصيرة أو متوسطة، فموجودة الاستقرار وين يصير الكادر التدريب، فأنا أعتقد الكرة السعودية الآن بدأت نوعا ما تعيد أو تعود إلى وضعها الطبيعي، لكن أعتقد أمامها وقت طويل في سبيل تعود إلى سابق العهد السعودي، فريق يعني فريق محترم، فريق صعب جدا، فقد ألق الفترة الماضية، بس أعتقد أني بما أن هناك دوري قوي بالنسبة للسعودية، فأعتقد يستطيع أنه المنتخب مالتهم يعود. أولا لا يمكن أن الفريق يقف على لاعب واحد، هاي خليه في نظر الاعتبار، واذا تسالني انا ما اريد اجرح طبعا لاعب صراحه، لانه انت بالتصفيات الاخيره هي تصفيات ضعيفه، ما كان عندنا تهديف جيد. يونس بالدوري العراقي اللي يعتبر هو بالنسبه لدوريات اخرى هو ضعيف، ما كان عنده بصمه تهديف واضحه، اذا احنا نعاني من شنو؟ من هداف، فاذا يجب ان تعطي فرصه للاعبين اخرين، كل احترام وتقدير للاخ يونس محمود قدم ما عليه، بس انا اعتقد وجهه نظري يجب ان نعطي فرصه للاعبين اخرين. بالتالي يجب أن يقف الجميع مع المنتخب العراقي، مع اللاعب العراقي أيا كان الموجودين، لأن أنا أعتقد نحتاج ما كانت النتائج، وأنا وجهة نظري إذا تسألني المستوى اللي يقدم الفريق بالتصفيات، الكثير من الناس ما كانت متفائلة طبعا بالمنتخب العراقي، بس أنا وجهة نظري أن المنتخب العراقي إذا توفرت له عناصر الإعداد وظهر بمستوى جيد بمباراة تجريبية، يجب أن يظهر بصورة طيبة بالتصفيات.